الرز بلبن التركي ما يختلفش كتير عن بتاعنا، بس هم بيعملوا فيه حركة واحدة بيطلع معاهم حدوتة. حلة على النار فيها مَيّة سخنة ونسلق شوية رز لحد ما يطلع معاكم بالحلاوة دي، ونحط عليه كيلو من اللبن، واللبن بتاعنا هيكون سايب مش معلبات عشان عايز الدسم بتاعه يكون قوي، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه. وفي بولة تانية نحط فيها شوية لبن على 5 معالق من النشا وندوب الاتنين مع بعضه، وأول ما اللبن يسخن نبدأ نحط رشة فانيليا و5 معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة. والله حدوتة مدلعكم. بعد كده ننزل بالنشا واحدة واحدة وعلى الهادية زبادي لحد ما يتقل معاكم بالحلاوه دي بالظبط 3 4 دقائق كده على نار هاديه، وانت بتقلب هيتقل معاكم ويكون بالحلاوه دي. هات الطواجن بتاعتك وتكون منشفها كويس، وتبدا تحط الرز بلبن في الطواجن واحده واحده وعلى الهاديه زبادي. بعد كده تحط الطواجن دي في صينيه تدخل الفرن، وتحط شويه ميه سخنه كده لحد النص كانك بتعمل كريم كراميل، وتطلع بالصينيه دي على فرن سخن حوالي ربع ساعه لحد ما تطلع معاكم بالحلاوه دي. قولوا لي انتوا ايه الفرق اللي بيننا وبينهم في الكومنتات، وبتعملوها كده في البيت ولا لا؟ وبس كده يا سيدي، كل اللي عليك تعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.